يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة حلوة. كل سنة وانتم طيبين. تحياتي لجميع الناس اللي بتشوفني وتدعمني من جميع الدول العربية. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نيرة سليم، في سنة أولى طبخ. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة في فيديو جديد. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا كنافة، مانجا، كوباية من السمنة، كوباية من الشربات، باكو كريم شانتيه، ومعانا كوباية او فنجان حليب متلج. بس انا عاينه في الفريزر عشان يفضل متلج لحد ما اجي اعمل الكريم الشانتيه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي، حاجه حلوه هنحلي بيها بعد الفطار ان شاء الله. اول حاجه هنعملها مع بعض، هنبعد المانجا كده. هنعمل حاجه مع بعض، هنبعد الشربات وهنبعد الكريم الشانتيه. تمام. اول حاجه هنجيب صينيه، هنقرب السمنه بتاعتنا بالشكل ده كده. هبدا ادهن الصينيه بتاعتي بالسمنه كويس جدا اهو بالشكل الجميل ده كده اهو. اتاكد ان انا دهنتها كويس جدا. وقبل ما نشتغل في الكنافه بتاعتنا هنولع الفرن بتاعنا على درجه حراره 180 وارجع لكم. ولعت الفرن بتاعي. اول حاجه هاخد الكنافه كده، طبعا هفردها خالص لحد ما احس ان هي معايا زي الرمل كده زي ما احنا شايفين. هفضل اخد حته حته بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. بالشكل ده كده هفضل اقطع فيها. شايفين؟ نقطعها كده خالص. طبعا وهنحط عليها سمنه وهنشوف مع بعض عشان هندخلها الفرن تاخد لون، ونرجع نشوف هنعمل ايه. احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه، سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه. هنقطعها كده. طبعا الكنافه بتاعتي انا مخزناها في الفريزر، والمانجا برضو بتاعتي كانت متفرزه في الفريزر بالشكل ده كده. اتاكد ان هي اتقطعت لحتت صغيره خالص بالشكل ده كده اهو. شايفين بقت معايا بالشكل ده كده اهو. معلقه من السمنه كده وهدعكها وهندعكها مع بعض. هعمل الكميه اللي معايا وارجع لكم علشان وقت الفيديو. طبعا انا قطعت كميه الكنافه كلها اللي معايا زي ما قلت لكم. هفضل اسقيها سمنه كده وهعملها بايدي كده اهو لحد ما اتاكد ان الكنافه كلها اخدت من السمنه. هاخد حبه كنافه من اللي انا برضو مخلياها زي الرمل كده اهو. هحط حبه من السمنه لحد ما اخلص الكميه كلها اللي معايا، وهندخلها الفرن علشان تاخد التحميصه واللون الذهبي الجميل بالشكل ده كده. هدخلها الفرن تاخد اللون وهوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن. ودلوقتي هنقطع المانجا بتاعتنا عقبال ما الكنافه بتاعتنا تاخد اللون الذهبي في الفرن. وطبعا عنا عليها. هقطع المانجا بتاعتي، طبعا قطعوا بقى التقطيعه اللي انتوا تحبوها. فهي عشان مانجا متفرزه فانا هقطعها بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هعمل المانجتين بتوعي كده. وطبعا وانا شغاله عيني على الفرن علشان الكنافه ما تتحرقش مني. تمام.
هقطع المانجا وارجع لكم. زي ما احنا شايفين اهو الكنافه لسه بتاخد معانا اللون الذهبي، لسه ما خدتش اللون، شايفين اهو. طبعا هنخليها اللون الذهبي خالص اللي هو زي لون الشعريه كده لما بتتحمر خالص وعشان نحط الرز. فاحنا عايزين الكنافه بتاعتنا بالشكل ده. زي ما قلت لكم الكنافه بتاعتنا في الفرن وعنا عليها. دلوقتي هنعمل مع بعض الكريم شانتيه. فهنفتح كيس الكريم شانتيه. طبعا هو جاهز. لو كريم شانتيه خام طبعا هنحط عليه سكر بودر. ده بما انه ان هو كيس دريم جاهز فمش هنحط عليه، يا دوبك بس هنحط اللبن المتلج او ميه متلجه المتاح عندك. ما عندكيش لبن مفيش مشكله، هتحطي ميه بالشكل ده كده. هنبدأ نخفقه كويس جدا. طبعا لو عندك مضرب يدوي برضو مفيش مشكلة، ماشي كويس. بس لازم نضربه من 3 ل 4 دقايق عشان يدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. تمام. طبعا المانجا اهو انا جهزتها اهو وقطعتها. طبعا القوام بيبدأ يتقل معايا واحدة واحدة. هضربه علشان وقت الفيديو. الكريم شانتيه اهو خلاص جهز معايا وبقى قوامه مظبوط جدا اهو. تمام التمام كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. الكنافه بتاعتي اهي بعد ما اخدت اللون الذهبي الجميل. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالشربات بتاعنا كده. طبعا الشربات بتاعنا العادي اللي احنا بنعمله اللي هو عملناه مع بعض قبل كده. كوبايه سكر عليها كوبايه من الميه وعصره من الليمونه وكيس فانيليا. لو مش حابه تحطي فانيليا مفيش اي مشكله. طبعا هنخليها تشرب من الشربات كله وارجع لكم. زي ما قلت لكم هنحط الشربات بتاعنا كده ونفضل نضغط كده في الكنافه عشان الكنافه كلها تاخد من الشربات بتاعنا. واللي ما شافش فيديو الشربات انا منزلاه شورتس ممكن تشوفيه، سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، ما سكرش معايا من ليله رمضان وانا عاملاه اهو. هو زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص اهو بالشكل الجميل ده كده لحد ما نتاكد ان اخدت شربات كافي بالشكل الجميل ده كده. اهوت وحضرنا الكريم شانتيه بتاعنا والمانجا. ما عادش غير ان احنا هنجهزها وهنقدمها مع بعض كده. تمام التمام. هنحضر الكاسات بتاعتنا او البولات حسب ما انتي عايزه تحطيها في ايه. تمام. تعالوا مع بعض يلا نعمل الكاسات بتاعتنا. هناخد طبقه من الكنافه هنحطها في الكاس من تحت بالشكل ده كده ونضغط كده بالكاس بالمعلقه عشان نتاكد ان طبقه الكنافه مضغوطه كويس جدا بالشكل ده كده. ونقلب الكاس كده واحنا ماشيين عشان ياخد على شكل دائره بالشكل ده كده. هنجيب معلقه مفيش مشكله
عشان ناخد بيها الكريم الشانتيه. وهنحطها بالشكل ده كده. هنفردها بالراحة خالص بالياسبتلة اهو. هناخد كمان كريم شانتيه وهننزل كده اهو بالشكل الجميل ده كده. وهقول لكم على حاجه حلوه عشان المعلقه ما تلزقش معايا في الكريم الشانتيه وتطلع لي كنافه. هنجيب لها ميه وهنعمل كده اهو. هنبل ظهر المعلقه من الميه وهنفرد كده عشان ما تطلعش معانا. تمام كده. هنجيب معلقه للمانجا، هناخد مانجا وهنحطها كده، طبقه كنافه، طبقه كريم شانتيه، طبقه من المانجا بالشكل ده كده. همسح الكاس بتاعي. هنحط طبقه من الكنافه تانية بالشكل ده كده. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. بالشكل الجميل ده كده. وزي ما قلت لكم نضغط بظهر المعلقه عشان الكنافه تبقى مضغوطه معايا والطبقه تكون مظبوطه. شويه من الكنافه. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، تحليه حلوه وتغيير عن القطايف والكنافه العاديه والبلح الشام. فهنشوف هنعمل كده. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. ده بتاع تزيين الكريم الشانتيه. فانا هعمل كده وهحط في النص مانجا. التزيين ده بقى بتاعك انتي. تمام بالشكل الجميل ده كده اهوت. وهنحط في النص حاجة بسيطة اهوت. هعمل باقي الكاسات معايا وارجع لكم. وزي ما احنا شايفين شكل الكنافة بالمانجا الكاسات بتاعتنا اهي لما خلصت وقدمناها بالشكل الجميل دوت. ان شاء الله هتعجب اولادك وهيحبوها ومفيدة. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.